في نوع من الستات بتخلي نفسها اخر اولوياتها، ولو حد غلط فيها بتسكت وبتعديها، لا وكمان بتقدم تنازلات بس علشان محدش يزعل منها. طب الناس اللي بتخاف على زعلها دي هل بيفكروا يرضوها ازاي؟ او على الاقل فكروا ما يعملوش الحاجات اللي هي بتضايق منها؟ خلي بالك اللي بيحاول يراضي الكل دايما عمره ما بيرتاح. اول حاجة بقى عايزين نتكلم فيها، ليه الشخصية دي بتراضي الناس كلها على حساب نفسها؟ واحد، بتخاف تزعل الناس منها. اتنين، بتخاف يقولوا عليها متكبرة أو متغيرة. 3، بتخاف تكسر صورة الطيبة اللي الناس واخدينها عنها. بس نتيجة الخوف ده هي بتضحي براحتها علشان الناس اللي قدامها تكون مرتاحة، غير إنها بتظهر إن هي بتضحك وفرحانة بس هي متضايقة أو مجروحة منهم، لأنها كل مرة لما بيضايقوها بتعدي الموقف عشان ما يقولوش بتاعت مشاكل أو هي نكدية أو قماصة. يعني من الآخر تضحيتها دي بتيجي عليها هي في الآخر وعلى نفسيتها. وده يوصلنا للنقطة اللي بعدها، اللي التراضي الزيادة ده مش طيبة، بالعكس ده ضعف وخيبة أمل. يعني بدل ما بتعملي شخصية لنفسك قدام الناس، لا بتنازلاتك دي انت خلاص ما بقاش في شخصية وبيجوا عليكي بزيادة. كلامي ده بينطبق على جوزك، على أهلك، على كل الناس اللي حواليك. مش لازم تضغطي نفسك وتقبلي بحاجات انت مش راضية عنها علشان انت فاكرة ان كل الناس هتبقى راضية عنك لما انت تاخدي فوق دماغك اكتر. زي الستات اللي تقولك انا ما فيش ما بيني وما بين جوزي كرامة، امال بينك وما بين مين يا ماما؟ لازم تبقي فاهمة ان مفيش حد بيحترم الشخص اللي بيوافق على الإهانة. الناس بتحترم اللي عنده حدود وبيقول لأ. وقت لما حد يتعدى حدوده معاكي لازم تقولي له لأ وتاخدي موقف. انت كده ما بتعمليش مشكلة، بالعكس انت بتصلحي المشاكل. لازم نفهم اللي بيعدي لكل الناس كل غلطاتهم ما بيبقاش عنده كرامة عند حد. ليه اتجنب اللي اقول للي قدامي لا انا بتضايق من الحاجة دي علشان انت ما تعملهاش تاني، وافضل بالسكوت. اللي بيحبني بجد مش هيتضايق اللي انا بوقفه عند حد او اقول له لو سمحت الحاجة دي بتضايقني ما تعملهاش تاني. تعالي بقى اقولك على شوية خطوات هتوقفي بيها تراضي الناس على حساب نفسك. رقم 1، لو انت اتحطيتي في موقف زي مثلا حد قالك كلمة تضايقك، طبعا مش تعملي نفس رد الفعل اللي انت كنت بتعمليه زمان، اللي انت بتعدي وتهزري وتكملي القعدة عادي. لا طبعا انت هتسكتي وتتجنبي الشخص ده شوية. لازم يحس ان اخر نقطة هو عملها كده دي ضايقتك، لازم تبيني للي قدامك اللي انت اتضايقتي. امال الشخص التاني هيعرف ازاي اللي انت اتضايقتي؟ لازم تاخدي موقف، لازم حتى ما ترديش، تسكتي وتتجنبيه. ساعتها بقى لما تسكتي الشخص اللي قدامك هيحس ان في حاجة غلط ويفكر انا عملت ايه يضايقها، وساعتها بقى هيفكروا في ايه اللي بيزعلك وايه اللي بيضايقك وما يعملوهوش. وقتها بقى لما الشخص يجي يقولك انت اتضايقتي لما قلت كذا، قولي له اتضايقت. ليه هو انا كذا؟ ليه هو انا ما اعرفش ايه؟ وتكلمي كده وتناقشي. تيجي تقولي لي بقى طب افرضي زعل، طب ما يزعل، هو هيزعل شويه وهينسى، بس مش هينسى يقول الكلمه دي تاني او يعمل الموقف ده تاني. اخر حاجه في النقطه دي، عايزاكي لما تحطي في موقف زي كده اخرجي بره الموضوع وكأن صاحبتك هي اللي جايه تحكي لك. لو انت صاحبتك جايه تقول لك الشخص ده عمل كذا او الشخص ده قال لي كذا، انت هتقبلي عليها كده؟ ايه رد فعلك؟ هتقولي لها ايه؟ طب ما كنت قلت له 1 2 3. شوف انت بقى الرد اللي انت كنت هتقوله لها واعمليه انت، عشان انت برضو مش تقبلي على نفسك الكلام ده. وقت بقى لما تغيري شخصيتك وتحاولي تعملي حدود لنفسك هتلاقي الناس اتقسمت لاتنين. ناس بدأت تحترمك اكتر وتقدرك اكتر، ودول فعلا اللي كانوا بيحبوكي بجد، بس في هفوات كده كانت بتخليكي تضايقي منهم وبعد كده هيخلوا بالهم من اي حاجة تضايقك. وفي ناس تانية ايه ده انت بقيتي بارده كده ليه؟ هو انت بقيتي تقفي على الكلمه كده ليه؟ او بقيتي تقفلنا على الواحده كده ليه؟ مش عايزينك واحده عندها كرامه، مش عايزينك واحده ما بتقبلش الاهانه. لا عادي نديكي فوق دماغك وما تشتكيش. ليه؟ علشان هما بيطلعوا غلهم في الحته دي، لان دي الطريقه الوحيده اللي كانوا بيحرقوا بيها دمك، وفي نفس الوقت هما مش عاملين مشاكل لان كده كده بتعدي. بس ساعتها بقى لازم يعرفوا انك اتغيرتي ومش هتقبلي بكده تاني. نيجي بقى ازاي يكون عندك ميزان للعلاقات. 1، اعملي الخير وكوني طيبة بس بالعقل، يعني مش لأي حد. يعني شخص بيحبك وبيقدرك اديله عينيك، بس شخصية تانية غلوية وبتديه كلام من تحت لتحت، ليه انا اعمل خير معاها واسيب الناس الحلوة التانية؟ يعني معلش، لا انا مجهودي ما يروحش هدر. طبيعي تخلي لكل المحيطين بيكي الناس اللي بتحبك، بس اللي شايلين حقد وغل وبيطلعوا في كلام زي كده ليه اخليهم في حياتي اصلا؟ لازم تعرفي ان انت مش لازم تكوني مثالية مع كل الناس،
مش كل الناس هيقولوا عليكي كويسة مهما عملتي معاهم، في ناس مهما تعملي معاهم برضه هيقول عليك كلام مش كويس من ورا ظهرك، فليه تضيعي وقتك مع الناس مش كويسة وطبعا ناكرين للجميل. لا وفوق كده انت اللي بتتعبي وبيتحرق دمك، طب وليه ما تجنبهم على طول. وفي نهاية الفيديو احب اقول لك خدي قرار انك تكوني انت الاول ومش انانية، لا انت بتقدري نفسك، لان ببساطة لو انت ما حبيتيش نفسك محدش هيحبك، لو انت ما قدرتيش نفسك محدش هيقدرك، ولو انت ما حميتيش نفسك محدش هيحميكي. وده نهاية الفيديو، ما تنسيش تعملي لي لايك لو الفيديو عجبك، ولو انت اول مرة تشوفيني اعملي اشتراك او متابعة علشان تشوفيني تاني. وسوري بقى على مخارج الالفاظ اللي مش طالعة مظبوط علشان عندي برد. وبس كده، سلام.